Ciao ragazzi, come state؟ عاملين ايه النهارده؟ رجعنا لكم تاني برنامجنا فاتشلي وقناتنا امبارح. كنت سارة عشان ناخد النهارده اول اداة استفهام معايا بقى النهارده هي كي. كي يعني من، بتسأل دايما على العاقل. لما اقول مثلا كي لوي، كي لوي، مين اللي هناك ده؟ مين الشخص ده؟ هقول لا لوي ميو فراتيلو، ده اخويا. لوي باولو النوفو كومبانيو، الزميل الجديد سكولا، وهكذا. عندي كمان دوفي. دوفي بتسأل عن المكان، بمعنى أين، بتسأل بير اللوجو. اوكي، زي لما أقول دوفي أبيتي، ساكن فين؟ دوفي أبيتي. برد أقول إيو أبيتو أد أليساندريا، وممكن أقول فين في اسكندرية، وهكذا. اسمها دوفي. اوكي، عندي كمان لا دوماندا دي دوفي، والناس بتتلخبط بينهم جدا. خلي بالكم ان دي دوفي من أين المقصود بيها هنا السؤال عن الجنسية، مش جاي منين. يعني أنا لما بقولها بالدي حرف الجر دي يبقى معناها من أين، ودايما بيجي معاها فيربو اسر، فبقول دي دوفي سي، يعني من أين تكون؟ دي دوفي سي. هرد أقول إيو سونو إيجيتسيانا دي أليساندريا، ولو راجل أو ولد هيقول سونو إيجيتسيانو، إيطاليانو، ماروكينو، وهكذا. ويقول المدينة اللي هو منها، أو يكتفي بأن هو يقول الجنسية. الاتنين صح. تمام كده؟ يبقى سؤال دي دوفي بيسأل عن الجنسية وبيجي وراه فيربو اسم. عندي بعد كده كمان علشان الناس ما تلخبطش السؤال التاني اللي هو دا دوفي. دا دوفي فييني، يعني انت جاي منين؟ يبقى برضو ده بيسألك عن بلدك، يعني عن جنسيتك، عن البلد اللي انت منها. بس حرف الجر بيختلف، بيبقى اسمه دا دوفي. وكمان الدا دوفي ممكن تيجي بمعنى انت جاي من بلد منين، مش الجنسيه، لا هو جاي انت منين. يعني مثلا لو انت جاي من المدرسه دا دوفي فييني، انت جاي منين دلوقتي، انا بسالك خلاص. فبتبقى على حسب السيتواسيوني، الموقف اللي انت فيه. تمام كده؟ عندي كمان آلات الاستفهام كواندو. كواندو بتسأل عن التيمبو، يعني عن الوقت. كواندو معناها متى. لما اجي اقول لك مثلا كواندو esci con gli amici، امتى بتخرج مع صحابك، فانت هتقول لي io esco con gli amici tutti venerdì، معنى ان انا بخرج مع اصحابي كل جمعه. اسمها tutti venerdì او ogni venerdì. اوكي، الحاجه بقى اللي زيها كده بتسال عن الوقت برضو، بس بيبقى عايز الوقت ديترميناتو شويه محدد، اللي هو السؤال بتاع a che ora. a che ora معناه في أي ساعة. a che ora، وده سؤال مهم جدا. لما أجي أقول لك a che ora ti svegli، يعني في أي ساعة أنت بتصحى، هتردي تقولي io mi sveglio، يعني أنا بصحى alle 6، يعني الساعة 6، alle 8، alle 9. طب بتروح المكان الفلاني الساعة كام؟ طب عندك كورس الساعة كام؟ كل ده بيبقى السؤال اسمه a che ora، بيسأل عن الأوراريو، الميعاد. تمام؟ اوكي، ايه تاني عندي في ادوات الاستفهام مهمة جدا لازم نعرفها؟ كي كوزا، او بتيجي بمعنى كوزا يعني ما او ماذا. اوكي، زي لما اقول كي كوزي كويستو ad esempio، كي كوزي كويستو، ايه ده او ما هذا، فبقول كويستو ايه un fazzoletto. اوكي تمام، يبقى كي كوزا او كوزا بتسأل عن الاشياء. ممكن اقول لك برضو كوزا فاي، انت بتعمل ايه؟ كوزا ستاي فاتشيندو، انت بتعمل ايه؟ تمام. اوكي، عندي كمان اداة الاستفهام اللي هي بيركي. بيركي، بيركي يعني ليه، لماذا. لو انا مثلا عايزه اقول لك una domanda perché ليه، se ti dico perché chiudi la finestra، انت ليه بتقفل الشباك؟ perché chiudi la finestra، فانت هترد تقول لي perché ho freddo، لاني بردان او سقعان. perché ho freddo، لاني سقعان. تمام، يبقى هنا السؤال perché يعني لماذا، تسأل عن الموتيفو، السبب. تمام، ايه كمان عندي في ادوات الاستفهام؟ دي كي كولوري. دي كي كولوري يعني من اي لون، لما تحب تسأل عن لون حاجة فبتقول دي كي كولوري ايه، يعني من اي لون يكون كذا. دي كي كولوري ايه لا بورسا، من اي لون يكون الشنطة. دي كي كولوري ايه لو zaino، وهكذا. دي كي كولوري ايه لا لافانيا اللي انتوا شايفينها ورايا دي، لا لافانيا ايه بيانكا. لما باجي اجاوب ما بستخدمش بقى ولا دي ولا ولا، بقول على طول
كذا يكون كذا، يعني لا لافانيا ابيان كسبورة بيضة. إيه كمان في ادوات الاستفهام؟ كون كي. ايه ده؟ طب ما انت لسه قايله كي معناها من. هقول لك ايوه، ما هي فعلا بنفس المعنى مش هتتغير، بس لما احط لها كون يعني مع من. كون كي فاي اسكولا، بتروح مع مين المدرسه؟ هتقولي vado a scuola con mio fratello، مع اخويا. con il mio amico باولو، مع صديقي باولو. خلصت حلقتنا النهارده، انتظروني في فيديو جديد، وقبل ما تقفلوا ما تنسوش لاول مره تشوفوني تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان تتابعوني على الالتر بياتيفورمي على الابلكيشنز التانية زي الانستجرام والتيك توك، ودعمكم على فكره بيفرق معايا كتير جدا وبيشجعني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. وانتظروني في فيديو جديد. alla prossima، تشاو تشاو.